مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي المصري اليوم. معكم ايهاب عمران، موجودين معاكم النهارده في منطقه الويلي، بننقل لحضراتكم تفاصيل استغاثه سيده من زوجها بعد 13 سنه جواز طبعا، وكانت انجبت 4 اطفال، والزوج طردها من البيت وقال لها العيال دول مش عيالي، وكمان بسبب ان هو كان على علاقه بمرات اخوه. معانا الست نورهان هتحكي لنا تفاصيل الواقعه وتحكي لنا استغاثتها. في البدايه بقول لحضرتك احكي لي التفاصيل كلها، احكي لي ازاي جوزك بعد 13 سنه جواز قال لك ان العيال دول مش عيالي. بص حضرتك، هو احنا في الاول كنا كويسين جدا، ما كانش في اي حاجه. جه مرات اخوه ديت، هي اكترية الوقت ما كانتش قاعده في البيت، كانت ماشيه بعيالها صغيرين، كانت في اسيوط. تمام. بعيالها الثلاثه، هي معاها 3 عيال. هي اول ما انا دخلت البيت اصلا كان معاها عيله واحده. تمام. كل ما انا كنت مثلا اخلف اجيب عيل اعرف ان هي حامل، يعني انا كنت بولد كده، هي كانت بتولد بعديها على طول. تمام. يعني انا معايا عيالي، معايا 2 مقربين لعيالها جدا. المهم هي مشيت اخر مره، جوزها اتخانقت معاه بسبب الفلوس، فسافرت الصعيد ماشيه بيهم صغيرين، راجعه ما شاء الله عيالها كبار. تمام. يعني معاها عيله عروسه. المهم رجعت، ما رجعتش بقى كده وخلاص، ده رجعت لما عرفت ان جوزها تعبان. حتى لما كانت بتعرف ان هو مريض ما كانتش بتجيله. عرفت ان هو خلاص، يعني اهلها اللي هم قرايبها جم شافوه، لو خلاص ما فيش خلاص. بلغوها طبعا وقالوا لها. جت اليوم اللي هي جت فيه، اللي هو تاني يوم احنا دفناه فيه، اللي هو اخوه. طبعا ما حدش كان قاعد معاهم في البيت غير انا. قبليها برضو كانت والدته تعبانه، كنت قاعده معاهم. اول ما عرفوا ان هي جايه طبعا بقوا مش عارفين هيعملوا ايه، ومبسوطين وفرحانين وماشي عادي. تيجي عادي بيتها ما فيش حاجه. بدات المشاكل بعد بدات وفاة أخوه. المشاكل من امتى؟ هو تاني يوم اتدفن. المفروض هي بقى انت هتقعدي ست ارمله زي ما هم بيقولوا كده، انت واحده ارمله هتقعدي بادبك. لا قعدت، انا ما كانش في دماغي حاجه، قاعده واكله شاربه معاها. انا معاك في البيت، في المكان بتاعها. نطلع على النومه فوق انا والعيال وهو، يجي من بره عليها ما يجيش عليا انا فوق. لغايه دلوقتي يعني الكلام ده برضه. نوضح للناس، انت من هنا بدات تشك ان في حاجه بينهم. بدات اشك امتى بقى؟ هو في الاول خالص جابها معايا بهزار، قال لي هو انت ترضي ان انا اتجوز مرات اخويا؟ فانا قلت ماشي، انا كنت بحسبه ان هو بيهزر، كلام هزار بحسب يعني. الكلام هزار. فقلت له ماشي يا عم، فيها ايه؟ عايز اتجوزها ونبقى كده ما احنا كده قاعدين مع بعض. وانا اصلا من الاستعمال ان هي اختي، يعني حتى لو هو فكر في حاجه زي كده هي المفروض ما تفكرش في كده. تمام. المهم رحت عادي تماديت ومفيش حاجه. طبعا من كلامه معايا عليها، من اللي هم بيعملوه سوا هم الاثنين، لا عرفت ان هو طبعا ده مش هزار، ده كلام جد. تمام. يروح مثلا لو راح اجيب حاجه يوصلني ويوصلها، ياخدها هي مره ياخدني انا مره. هي لا مش هركب، نوره هتزعل. اقول لها لا انا مش هزعل، اركبي وروحي انت عادي. كل ده برضو ما عندكيش شك؟ كل ده عادي، سايبه الموضوع عادي. تاخد مثلا عيله معاها صغيره وهي معاه ماشي، لا اما تاخد ابنها الصغير ماشي، وانا ما فيش حاجه. ابقى قاعده بره على باب الحاره عندنا، الاقيه هو معاها جوه، يقعدوا يتوشوشوا على طول. مثلا لو بتغسل الاقيه واقف عند الحمام معاها بيكلمها. امه برضو قاعده، خلي بالك ده مراتك يا ابني، قوم اطلع بره لمراتك يا ابني، ما ينفعش يا ابني مراتك قاعده. فايه يا ابني ما ينفعش، وايه يا ابني مراتك قاعده. المهم برضو دي مره انا مشيت فيها من البيت، هو كان معاها جوه. تمام. وعمال يهزر معاها، وكان لسه جايبها من بره معاه من على المكنه، ولدرجه بيطلع لها الغسيل من الغساله. كل ده وانا قاعده، مشيتني برضو كلام مين؟ امه. يا ابني دي يا ابني ما ينفعش، يا ابني خلي بالك مراتك قاعده بره، يا ابني قوم اطلع لمراتك. بدات تشك ان في حاجه؟ بدات اشك ان في حاجه. خدت بعضي ومشيت من هنا بقى. من قبلها الكلام اللي هو قايله ان انا هتجوزها ووافقي وخلاص، انت كده خلاص انت موافقه مكان، قلت مع ان انا مفكره ان ده هزار مش جد. تمام. مشيت سبت البيت ومشيت عادي بقى. هي دي المره اللي انا كنت ماشيه فيها حامل في شهرين من ابني اللي معايا دوت، كنت حامل فيه في شهرين. مشيت رحت طنطا عند خالتي، فضلت قاعده هناك. طبعا هناك تعبت، اجي عشان يودوني المستشفى مش عارفين لان بطاقتي على هنا. طبعا هناك لازم عشان انا اروح اي مكان لازم البطاقه بتاعتي تبقى على فين؟ على طنطا. تمام. واحده هناك تعاطفت معايا، دكتوره في الصحه مش في مكان بره ولا حاجه. راحت قالت لي انت تعبانه والميه اللي هي عند الجنين خلصت من عندك، ولازم دلوقتي تروحي فين؟ لا تطلعي على المستشفى لا تروحي عند دكتور كويس يعمل لك سونار ويقول لك الدنيا فيها ايه. تمام. وانا حامل في دوت. رحت قلت لها طب بصي يا دكتوره، انا معيش ان انا اروح لدكتور غالي، وبرده البطاقه بتاعتي مش على هنا، مش هعرف ان انا اروح بيها المستشفى هنا. المهم ماما اول ما عرفت وخالتي قالت لها خليها تنزل، خليها تيجي عندنا هنا. نزلت هنا، ماما راحت خدتني ودتني للدكتور. راح قال لها ازاي دي لغايه دلوقتي مش ماشيه على العلاج؟
ده هي هتولد. ما كانش سائل فيك يعني في ما علاج كانش ابنك سائل ولا فيا في الكلام اي ده؟ حاجه. عايزك تحكي لي الواقعه بتاعت ان انت قفشتيه وهو مع مرات اخوه. دي بقى بتاعت قفشته سليم. قبل ما امشي بقى. تمام، دي احكي قبل لنا ما تفاصيل امشي، الواقعه دي. قبل ما امشي من البيت. لا انا في مره رجعت، فكذا مره انا قفشتهم. مره قفشته يعني استغربت، كان رايح مع التراب، فهي غريبه ازاي انتوا ما تقوليش تعالي معانا، انا كنت على طول بروح معاهم. فجت مره قالوا لي لا خليك انت، فقلت له خليني انا، غريبه يعني، هو ده انا ساعات كنت انا بروح وانت ما بتروحش، يعني انت من ساعه ما هو مات كنت انا ساعات اللي بروح معاها وهي كانت بتروح لوحدها، فازاي المره دي انت عايز تروح معاها؟ فاستغربت هو وهي وامه. تاني يوم قلقت بدري بقى، انا طبعا من الكلام اللي عماله اسمعه، فانا في دماغي كتير بقى، هم ما يعرفوش ان انا من جوايا انا عارفه كل حاجه، بس انا ساكته. ساعه ما راح معاه التراب قفل عليا فوق الشقه، وقفل عليا الباب الحديد تحت. تمام. وقال لي ايه ده انا رايح لاخويا، رايح ازور اخويا. قلت له ماشي روح. المهم جه، اكيد ما فيش اي حاجه. هي طبعا عارفه ان انا زعلانه، ان ازاي يعني المره دي يحصل كده. فضلت قاعده، نمت. قمت قلقت، كانت الساعه كام، طبعا ما كانتش فيها عيال بيروحوا مدارس. قمت قلقت بدري، ما لقيتوش جنبي على السرير، نزلت لقيته هو وهي جوه عندها الباب. هي كانت بتغسل، بتقوم بدري من النجمه تغسل، يعني الفجر جدا تروح هي قايمه. نزلت لقيته هو وهي عندها الباب مفتوح، طبعا ده كله نايم والفجر كان لسه مدا. لقيته هو وهي عندها 3 سلمات كده عندها في البيت جوه، قدام الحوض وقدام الحمام. فانا لما نزلت اتسحبت، هو مش حاسس. الباب كنت كل ما اجي افتحه، دي المرات اللي هم كانوا ايه يعني بينجدوا نفسهم ايه مني فيها. اما اجي افتح عندي باب الشقه، لما اجي افتحه بيعمل صوت، فلقيت طالع يقول لي ده انا كنت بقفل الباب الحديد تحت. الكلام ده كان بيبقى بيتهرب ايه؟ منك يعني؟ كان بيتهرب، ده انا كنت بتربس الباب، ده كان في حاجه بايظه في الباب بعملها، ده الكلام ده امتى؟ بيبقى بعد الفجر. المهم قلت له خلاص ماشي. المهم فانا في دماغي برضو ان الكلام ده مش صح، وانا عارفه ان الكلام ده غلط طبعا. نزلت فتحت الباب، رفعته لفوق، ما خليتوش يعمل الصوت اللي هو بيديهم انتباه ان انا نازله. تمام. رفعت الباب ونزلت استحبت فين؟ على السلم. لقيته هو وهي قاعدين مطرح ما انا بقول لك على ال3 سلالم دول، حاضنين بعض، هي حاضناه ودماغهم على دماغ بعض. تمام. وهي بتعيط. المهم ايه، ففي نزلتي لقيت المنظر دوت. قعدت اصوت واقول ده انتوا امبارح كنتوا لسه في التراب مع بعض، هو انتوا ازاي كده؟ انتوا رحت لاخوك قلت له ايه؟ وانت رحت لجوزك قلت له ايه؟ قلت له ان انا مش عارفه يعني. تمام. انت برضو كل ده ما تشكي باليقين، عايز الموضوع لما انت فضلتي قاعده اليوم كامل تستنيه وبعدين نزلت خربت الدنيا، قعدت اصوت وخربت الدنيا وعيالها صحيوا. وطلعت لي بقى فوق بعد ما خربت الدنيا ولميت الشارع عليهم. اول حاجه بيعملوها بياخدوني يطلعوني وبيقفلوا الباب، والكلام ده كله الحاره هناك عارفاه مش هنا بس. تمام. المهم خدوني طلعوني، طلعت لي فوق، هو مطلعها لي برده فوق عندي في الشقه. مسكتها رحت زقتها، قلت لها انزلي عشان لو مسكتك دلوقتي هيحصل حاجه مش كويسه، انزلي من قدامي. فتقولي لا غلط اللي انت عملتيه، ما ينفعش اللي انت عملتيه في الشارع ده. رحت زقتها، راحت جريت على تحت عندها. الكلام ده كان قدام بنتها الكبيره، قدام عيالها، قدام امه. نزلت، فضلت برده محبوسه معاهم في البيت، ما عرفتش اخرج. فضلت برده محبوسه معاهم كل يوم على الوضع دوت. لو اتكلمت اتضرب، الباب كده كده مقفول عليا، التليفون متاخد مني. اخر مره ديت بقى نزلت بدري برده زي ما اتسحبت كده، هو مش موجود، ارن عليه التليفون مقفول. طول ما هو جوه عندها التليفون مقفول، اللي هو الدور الارضي تحت عندها، انا ساكنه فوقيها. انزل مش موجود، امه مش موجوده تحت انده، مش موجوده، هي اللي موجوده. يرد العيال يقولوا لي عمي مش هنا، ده عمي بره. طب ستك فين؟ ستي مش هنا بره. ماشي. فضلت قاعده بقى، قاعده على السلم عندها تحت. اول ما انا نزلت الباب اتقفل بتاعها. طب انا نزلت قاعده، قفلتي الباب ليه؟ الباب اتقفل. فضلت قاعده لغايه بالليل وانا على السلم مستنيه يخرج. امه تيجي من بره، هو انت قاعده ليه كده؟ بقول لها انا مش لاقياه. راحت قالت لي مش لاقياه، طب تعالى نطلع بره نبص عليه. يا لهوي لا يكون الحكومه خدته. وقعدوا يعملوا عليا افلام ومسلسلات هما الاثنين، هي من جوه من الشباك وهي قافله الباب، وامه من بره. اخر حاجه طلعني بقى، هي اختفت، اللي هي مرات اخوه دي اللي هو متجوزها في السر. طلعت لي بنتها من الشباك، يا مرات عمي يا مرات عمي، ده عمي خدوه عند القسم. عرفتي منين؟ راحت قالت لي ده قريب اللي في الاوضه قال لي. يحاولوا يوزعوكي. قلت لها طب اديني رقمه وانا هكلمه، ده وانا برضو واقفه قدام المكان عندها مش ماشيه. المهم فعرفوا بالحركه ديت ان انا برضو مش همشي. راحت قعدت البت تضحك وتقول لي لا ده انا بهزر. ترد من جوه تقول لها ايه يا بنتي لو ستك عرفت هتزعل. عايزين برضو يثبتوا لي ان هم ايه، ان هم اللي صح وانا اللي غلط.
هي بقى تعالي ده في واحد بيدي 200 جنيه، تعالى اوديك عنده. قلت لها لا مش رايحه. تعالي ده مش عارفه واحد بيعمل ايه بره، تعالي. لا مش رايحه. جت امه ده هو واقف بره. رديت قلت لها هو لابس ايه؟ راحت قالت لي ده لابس مش عارفه ايه، يعني نفس الهدوم اللي هو لابس. طب انت شفتيه بره؟ قلت لها طب ما انت عارفه انا بدور عليه، ازاي انت ما ناديتوش؟ برده مش داخل عليا كلامهم. اخر حاجه عملتها بقى راحت خرجت من جوه اللي هي مرات اخوه، ده جوزك واقف بره. قلت لها جوزي واقف بره؟ قالت له. قلت له طب روحي يا كذا اللي هو ابنها اندهولي، قول له ان انا قاعده هناك خليه يجي عشان انا عايزاه. راح خرج قال لي ده مش واقف، ده مشي. بنتها الصغيره ده مشي يا مرات عمي. قلت لها طب خلاص مشي، طيب ماشي انا قاعده مستنياه، لو هيطلع تاني يوم الفجر انا قاعده مستنياه. بعدين دخلت طبعا الشقة دول بقى دول عمالين يرنوا عليا، والدتي واخواتي، تعالي تعالي يا نوره هو كده كده طالع، تعالي. قلت لهم انا مش جاي والله، لو انا هموت هنا هفضل قاعده لغايه ما اعرف هو فين. انت عندك شك ان هو جوه انا الشقة؟ عارفه ان هو جوه، ما انا ببقى في البيت معاهم وهو جوه. لما حاولت تدخلي لقيتيه فين بالظبط؟ لما دخلت بقى اول حاجه هم عملوها، خرجت مرات اخوه من جوه، استخبت في الاوضه بتاعت قرايبها اللي هم عندي في الحاره، وقفلت الباب عليها. ودخلت مين؟ دخلت البيت عندها مين؟ امه، وقفلت الباب. فانا عايزه اخش، انا واقفه من الصبح قافلين لي الباب وسايبيني انا بره، وهي امه اصلا كانت بره في الشارع وهي اللي جوه مرات اخوه. قعدت ارقع على الباب، افتحي الباب، تقول لي مش هفتح. طب عايزه اخش الحمام، تقول لي اطلعي فوق. قلت لها مش طالعه فوق، انا هدخل هنا عندكم. تمام. بنتها الكبيره افتحي لها يا ستي افتحي لها. يا بنت انا مش لاقي المفتاح. قلت لها لا هتلاقي المفتاح، لو ما فتحتيش الباب انا هكسر البيت. المهم فين وفين قبل ما فتحوا الباب، اول ما فتحوا الباب تقول لي خشي خشي، انا عارفه انت داخله ليه، انت داخله عشان تدوري عليه، خشي البيت عندك اهو دوري عليه، انت مش داخله عشان تخشي الحمام. قلت لها طب كويس ان انت عارفه كده، ما انت عشان عارفه كده مش عايزه تفتحي الباب. دخلت، اول ما دخلت على الاوضه، طبعا هو مش قاعد، انا عارفه هو فين، ما هو اكيد ان انتوا مش تخلوه قاعد. واحده خرجت استخبت بره والتاني خبوه جوه. دخلت البطانيه مكلكعينها على السرير، رحت شلت البطانيه رميتها على الكنبه ورفعت المرتبه، لقيته هو جوه تحت على السرير عندها. جريت على بره وقعدت اصوت، اقول الحقوا يا ناس اخو كذا تحت السرير مستخبي، الحقوا ادي اللي كانوا في التراب، ادي اللي بيعملوا، ادي اللي بيسووا. تمام. من وقتها بداتي تتكلمي معاه، قال لك العيال دول مش جري بقى، لا جري ورايا بقى في الشارع بعد الكلام اللي انا قلته، وتعالوا شوفوا كذا تحت السرير كذا. راحوا هي طبعا جريت عند قرايبها جم كلهم، قعدوا يشتموني، هو قعد يشتمني وقعد يضربني ويعضني ودخلني جوه البيت عندها في شقتها، قفل عليا الباب وخد مني التليفون وانا عندها تحت، ويبعت يجيب الاكل ياكلها ببقها وياكله ولا اكني في اي حاجه. تمام. وانا رفضت الاكل. عايزين حته ان هو رفض، ان قال لك العيال دول مش قالي، قالها لك ما هو دي بقى بعدين بقى لما انا طلعت، لما انا هربت من عنده من البيت مشيتي. هو قافل عليا طبعا الباب تحت عشان عارف ان كده يقين، ولا اعرف انط من فوق ولا اعرف اطلع بره الباب الحديد. كل اللي قدامي الشباك واقفه قدامه، ومين اللي قدامي؟ قرايبها. قرايبها طبعا دول مغلطين انا، لا انت غلط، لا مفيش الكلام دوت، لا ده هو جوزك كان عايز يتجوزها واحنا اللي رفضنا، لا ده هو يقول لي لا ده هي اللي كانت عايزه تتجوزني وانا اللي رفضت، ده الكلام ده قبل كده. طلعوا ان قرايبها عارفين كل حاجه. ولما الدنيا خربت فضلت قاعده يقول لي انت مش هتطلعي من هنا غير لما وشك يخف. طبعا جسمي كده كده محدش شايفه، متعوره ومتبهدله ومبهدل لي جسمي كله. فضلت قاعده جوه عندها واكلين شاربين هم سوا، والنبي طلعيني من هنا، تقول لها هطلعك ليها هي، انا عايزه امشي من هنا، تقول لها همشيكي، ولو عايزه تمشي كمان وتسيبي له الاربع عيال هخليكي تمشي وتسيبي له الاربع عيال، وانا عندي كفاءه ان انا اجيب لك ظابط من فوق من الاسم يمشيكي من هنا ماشي. قلت لها ماشي انا معاكي، المهم ان انت تطلعيني من هنا. بقت مثبتاني على الاخر خالص ان هي تطلعني من هنا، وقلت لها اتجوزيه انا كده كده مش عايزاه، انا كل اللي انا طالباه ان انا امشي من هنا من عندكم، وانت خليكي معايا يا ستي بعيالك وخليكم مع بعض. ترد تقول لي طيب ماشي انا همشيكي وهخرجك. بص بس عشان الناس ما تتوهش مننا، عايزين حته اللي هو قال لك ان العيال دول مش عيالي. الحته بقى بتاعت دي لما هو هددني بالسكينه، طبعا هو ضاربني وقافل عليا، تمام، ومسجل لي معاه في التليفون وانا بقول ان العيال مش عيالي، ده كلامه. ايوه، ان العيال مش عيالي وان انا مش كويسه وان انا بجيب رجاله البيت وكل حاجه تتخيلها. تمام ماشي. جيت بقى انت دلوقتي بتستغيثي بايه؟ اللي انت بستغيث بايه بقى؟ هو بيهددني من وانا في البيت، هو قال لي لو انت خرجتي بره طلعتي الكلام اللي حصل ده بره، اللي هو موضوعه هو ومرات اخوه، لان هو في السر متجوزه عرفي، بس اكيد قرايبها عارفين لان مش هيحصل حاجه زي كده، هم مش عارفين طبعا. تمام. هم لما كذا مره عرفوا ان انا غضبانه وبتخانق خدوها يومين بس عندهم، وقالوا اختنا دي مش هترجع مصر تاني. يومين بالظبط لانها جايه وسابت له العيال، سابت له عيالها، قالت له انا سايبه لك العيال تصرف عليهم عقبال ما انا اجي. انت دلوقتي مش لاقي مثلا تصرف على عيالك؟ انا مفيش مصاريف للعيال، مفيش مكان للعيال، انا مش عارفه امشي في الشارع منه، يعني انا خايفه ان انا انزل الشارع منه. هقابله هيقول لي كلام مش كويس في الشارع،
تمام. هو انت رايحه تعملي كذا؟ تمام. هو العيال انت نفسها انت كنت شويه تقولي لي ان هو بيقول ان العيال دي مش عيالي. العيال مش عيله عشان انا بطالب بحقهم. انت اتجوزت مرات اخوك ماشي، قول للناس انت ما تطلعنيش ان انا مجنونه. تمام. وفي نفس الوقت انا مش موافقه. اخيرا انت دلوقتي تقولي له ايه دلوقتي؟ انا اللي عايزه اقوله لاي حد مسؤول او كبير، انا كل اللي طالباه حقي، انا عايزه حقي وحق عيالي. هو اتجوز مرات اخوه، انا مش فارقه معايا، بس ان هو يسبني قدام الناس بكلام مش فيا، لا. خلاص تمام. قدام الناس تعرف ان هو متجوز مرات اخوه، ان انا مش مجنونه زي ما هو مطلع، ان انا مجنونه وملبوسه ومش كويسه. برضو عايزه حق عيالي. عايزه اعمل لهم قضيه نسب لو ينفع ان انا اعملها، حد يعملها لي، لان انا مش معايا فلوس ان انا اعمل الكلام دوت. بص انا اللي بقولها اهو، لو العيال مش عياله او عيل طلع مش عياله، اللي عندكم كله اعملوه. لو هو ليه حق عندي هاتوه، انا اللي بطالب بكده. لو هو ليه 1% حق هاتوه مني، انا لو ليا برضو حق عنده هاتوه. لكن انا مش عارفه اعيش، ولا اسم عامل لي حاجه، ولا اي حد عامل لي حاجه. خلاص تمام. انا دلوقتي من خلال حضرتك استغاثه، لان دي كانت الاستغاثه ربة منزل تستغيث من جوزها بعد انجاب 4 اولاد. دي كانت كواليس الواقعه. شكرا جدا لكل مشاهدي ومتابعي المصري.